كتهز الهم من نهاري. يعني كانت عادي انا خاشي رجلك في الصنداله وغادي للمدرسه عادي جدا. ما كانش عندي داك كنت كنشوف شي دراري مثلا ولا الدرنا ملي كنتلاقاو مثلا باقي لي جون مثلا كنتلاقاو مثلا في القهوه نهار الحد مع الصباح باغ اكزومبل، كان دراري راه هابطين من دارهم 200 متر وغيمشي للقهوه اللي غنتلاقاو في القهوه ديال الدرب. يعني فحال تقول لا تروازيام الشومبر ديال الدار هي القهوه. يعني راه بيت هذاك ديال مول القهوه كيخلنا القهوه كاع في الليل وكيسد كيقول ملي تسالي وخرجوا ردوا معاكم الباب. ومع ذلك هابط القهوه كيبان لك تيرا كاتري بانك ضارب شويه ميزه ديالو الصباطو تيسيريه عاد باش تيجي كتقول له فين غادي يقول لك لا جاي عندكم القهوه. انا هاد اللعيبه ما كان داخله لي من خارجه لي من هنا على باليش. واحد النهار واحد الشاب يقول لي يا استاذ راه انت اللي تيعجبني في التسجيلات ديالك شي كنقول لك دابا تقريبا شي 7 سنين ولا 8 سنين. قال لي من هو شو فين عمرها انا على بالي. قال لي من التواضع ديالك قال لي راه دوك جوج جلابيات قال لي الحمد لله قال لي راه هما اللي عندك هما اللي ما عندكش مشكل انك تجي دير بهم الدرس. تخيل واحد حاسب لك جلابيه وهو كيعتبر راه من التواضع. الشريف راه عندي الدرس مره واحده في السيمانه فما غنجلسش نهز الهم 3 اللي فات اش من جلابيه جيت بها. راه اللي في يدك تتخرجوا تنجي كتحاول على الاقل الجلابيه تكون كوريكت وبروبر هادشي اللي كتهز لي الهم. فرايل سو بو انك تكون مثلا تساليتي على جوج جلالب والثالثه هي اللي كيجي فيها الدور نهار 3. هو قال لك التواضع ديالك دوك جوج جلالب اللي عندك ما عندكش مشكل قلت له ودي واش دابا واش خصك تطرد لي كدوي على ليماج. وانت حسيت بهذه المساله من اللي الاخوه حسنوا بنا الظن الله يجازيهم بخير نطلبوا الله يخلي الحاله مستوره خلاص. وبداو تيقول لك تصور معنا برامج الى اخره. فكتلقى باللي مثلا باش تصور مثلا واحد البرنامج فيه واحد 20 حلقه الى اخره. خوتنا في الخليج مهنيين تلبس الرسمي ديالهم قميص ابيض سدات مثلا. يعني راه يقدر قميص واحد يقدر يسجل بيه 400 حلقه ما عندوش اشكال. حنا المغاربه لا، المغاربه ماشي نقول باللي حنا احسن من الخليجيين في اللباس ولا كذا، لكن كيبقاو المغاربه ذواقه. ملي كنقول المغرب اقصد به المغرب الكبير يعني من ليبيا وانت جاي وطلع الاندلس وكان داك التلاقح ديال الحضارات من الحضاره الاوروبيه من الحضاره الاسلاميه الى اخره. فخلات ان المغرب باش ترضي الذوق ديال المغربي وانت كتقول على الحلم المغربي باش ترضي الذوق ديال المغربي سي ديفيسيل. علاش؟ لان المغربي ذواق. داكشي كنتخلع انا ملي كنشوف شي حويجات في الاعلام بدات كطفو مثلا وكيقدموا الناس واحد النموذج ما عليه لا سر لا ملح، بنادم مخسر لا في لبسه ولا كويبا لا ما عليه لا سر لا ملح. وفي حين المغربي ذوق. شوف دابا غير في العرس دابا يطيح العرس تيطيح العرس ديال المزاليط فيه واحد طابله وحده وواحد 10 ديال الناس مجموعين 3 من عائلته 3 من عائلتها و4 ديال الجيران. غتلقى هذيك الطابله وحده يستحيل عرس تجي ليه وتلقى فيه ماكله وحده. يستحيل. ضروري على الاقل واحد جوج ديال الماكل وما غيجيب لك الديسر ما يحطش لك الليمون بوحدو. هذه ملي يكون باك مقدي لكم نتوما يجيب لك يقول لك صافي ضربوا الليمون غدا شربوا كلوا حاجه اخرى اللي كاينه. اما في العرس لا. علاش؟ يعني حتى على مستوى الطعام اطلق الذوق. على مستوى اللباس المغاربه ذواقه لا من حيث الشكل لا من حيث الالوان لا من حيث كذا. فباش دير انت واحد البرنامج كيولي خصك ليه ترسانه ديال الحوايج. وحنا كنهضروا عليه وهادشي راه خصو ميزانيه. ملي يكون عندك استوديو فيه واحد دريسين فيه واحد 150 جلابه بالنسبه اللي بغا يصير وعاد باش هاك اللكسات هكذا فين تبقى انت تهز لها من هذه المسائل هذه. دونك هذا هو القضيه اللي كاينه فيما يتعلق بالصوره ديال هذاك الداعيه. صحيح خصها تخدم وداخل في الصوره داخل فيها السمت ديالو ديال اللبس داخل فيها الطريقه ديالو ديال الكلام داخل فيها نوعيه الناس اللي انت كتخاطبهم. راه كاين درس كتوجهه لطلبه العلم هذا العالم خصو كيراعي فيه واحد المساله. ما يمكنش تقري طلبه العلم اللغه العربيه مثلا تقرا لهم بالدارجه ولا تدخلهم الفرنساويه ما يمكنش. هذا عنده مقام. ملي كتكون كتدعي عموم الناس مثلا في الدرس ديال العام ديال المسجد اللي كيكون بين المغرب والعشاء هذا راه كتكلم مع عموم الناس. صحيح راه فيهم الاديب وفيهم الشاعر وفيهم من هو اعلم منك، لكن في نفس الوقت فيهم الامي وفيهم السيد اللي فهمتوا على قدو وفيهم داك الدري اللي اول مره دخل يصلي في الجامع وفيهم فانت سددوا وقاربوا. مره كتهز النيفو في هذا المستوى هذا مره كتهبط مع هذا لتحت باش اكومباني يطلع. وهذه لا جيمناستيك انتيليكتويال اللي خصها تكون عند هذاك الداعيه. ثم كاين عندك واحد الاوساط مثلا بغيت نهضر مثلا مع الشباب اللي هما خريجي مثلا المدارس ديال البعثات الفرنسيه.
هادو الاغلبيه ديالهم مقفولين بالفرنساويه. هو نجي نهضر معاه هنا نتقعر معاه في اللغه العربيه اوتوماتيكمون كاين ديكونيكسيون واحد لا كوبور توتال بينه وبينهم. يستحيل انه يتصنت لي هذاك الوليد، وماشي الغلطه ديالو، تكون الغلطه ديالي. يستحيل تكون الغلطه ديالي. ودابا كاين واحد سميتها واحد المبادره زوينه دارتها قطر على قبل لا كوب دو موند ديال 12 في نوفمبر في 2022 ان شاء الله. دابا كيوجدوا المئات ديال الدعاة باش يستغلوا الحدث ديال الكوب دو موند. كيقول لك غيجيو عندنا ناس، هذه وجبه. انا ندعو الناس لله عز وجل. هو هاد الدعاة هادو غتوجدهم كلهم يهضروا مع الناس باللغه العربيه. يا اخي الكريم من اين انت؟ هو السويدي كيشوفك ما فاهمكش كاع علاش كتهضر. دونك خصك واحد اللي غيكون كيهضر مثلا بهذه اللغه ولا هذه اللغه. ولا قدرتي توصل كاع عباد الله توجد دعاة اللي غيهضروا مع الجابون ويهضروا مع الشينوا ويهضروا مع الباشتو ويهضروا مع كذا ويهضروا مع كذا، ما كاينش اشكال.